عسلامة ومرحبا بك من الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بالخير يا ربي. اليوم باش نعمل مع بعضنا البشكوتو التونسي باللوز، يجي خفيف وهشوش يذوب ذوبان في الفم. اي تابعوني داخل الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقة التحضير. لتحضير البشكوتو باش نستحقوا 100 غرام زبدة ذايبة، نزيدوا عليها 300 مليلتر زيت نباتي، وباش نستحقوا 6 حبات بيض، وباش نستحقوا 150 غرام لوز مرحي، 300 غرام سكر حبيبات، وباش نستحقوا الكيلو فرينة، والفرينة يلزمها تكون مغربلة بالباهي، وباش نستحقوا الزوز ساشيات سكر فاني، كل ساشي يعمل 8 غرامات، وباش نستحقوا الزوز ساشيات خميرة مرطبات، وكل ساشي يعمل 11 غرام، يعني الكل في الكل 22 غرام خميرة مرطبات، وباش نستحقوا الربع مغرفة صغيرة ملح، وباش نزيدوا عليهم مغرفة كبيرة مليانة قشور برتقان تبدا مرحية. القشور البرتقان راهي بالحق تفوح برشا البشكوت وتبنوا برشا، وإذا مش متوفر عندكم تنجموا تستغنوا عليه. بالنسبة لطريقة التحضير أسهل منها ما فماش. ناخذوا قصعة كبيرة نصبوا فيها الكمية الكل متاع البيض، نزيدوا 300 غرام تاع السكر، نزيدوا سكر فاني، ونزيدوا 4 مغرفة صغيرة ملح، ونخلطوها مع بعضها مليح مليح لين السكر يذوب. تنجموا تخلطوها دونك بمضرب كهربائي والا يدوي، وتنجموا حتى تستعملوا كان يجيكم راهي تكفي وتوفي. المهم يلزموا السكر يذوب بالباهي في وسط البيض. من بعد ما خلطت المكونات كل مع بعضها مليح مليح وتأكدت بلي السكر ذاب، باش نزيد الكمية الكل متاع الزيت، وباش نزيد الكمية الكل متاع الزبدة، وباش نعاود نحرك المكونات كل مع بعضها مليح مليح. ملاحظة صغيرة، إذا الزبدة ماهيش متوفرة عندكم تنجموا تستغنوا عليها وتعوضوها بالزيت، يعني في عوض ما تستعملوا 300 مليلتر زيت و100 مليلتر زبدة، تنجموا تستعملوا كان 400 مليلتر زيت نباتي. من بعد ما كملت خلطت المكونات مع بعضها بالكدا بالكدا، باش نزيد الكيلو متاع الفارينة، وباش نزيد اللوز المرحي، واللوز تنجموا تعوضوه باي نوع اخر نتاع فاكهه. نزيدوا القشور البرتقال المرحيه، زوز ساشيات خميره حلويات، باش نبدي نلم العجينه. لهنا ملاحظه مهمه برشا، يلزمكم تلموا العجينه لمان، ردوا بالكم لا تعجنوها. اذا تعجنوها راهي باش من بعد البشكوتو يجيكم يابس وما يجيكمش هشوش، دونك راهو مهم برشا. يلزمكم جوست تلموا العجينه لمان بتراج صوابعكم هكا. كيف ما قلت لكم اذا تعجنوها راهي باش تولي لكم كيف عجينه الخبز، ومن بعد البشكوتو باش يجيكم يابس حجره وما يجيكمش هشوش. دونك نكملوا نلموا العجينه بالطريقه اللي تشوفها في الفيديو، لين تحصلوا على عجينه تبدا طريه وما تتلصقش في اليدين. من بعد ما كملت لميت العجينه متاعي، هذا القوام اللي لازمكم تحصلوا عليه. العجينه لازمها تبدا طري كيف من هكاكا وما تتلصقش في اليدين. هذا القوام اللي لازمكم تحصلوا عليه. بالنسبه لطريقه التشكيل، كل واحد ياخذ الماكينه اللي متوفره عنده. انا الحقيقه متوفره عندي كان الماكينه هذه دونك اللي الكترونيك، واللامبو اللي في وسطها ماهوش مفصوش الاحراف. انت بالطبيعه تنجم تستعملوا الماكينه هذيك تبدا باليد، واذا عندكم يعني لامبو الخاص بالبشكوت وتنجموا تستعملوه. انا الحقيقه راهو ماهوش متوفر عندي، دونك هذاك علاش باش نستعمل الماكينه هذه، باش نستعمل لامبو هذا اللي يبدا ما فصوش احراف. اما بالحق راهو يجوا ثنا كعبات مزيانين ومرطوبين. بالنسبة فما شكون يشكل البشكوتو بلا بوشا دوي، الحقيقة جربتها التعب برشا في اليد وماهوش ساهل بالكل، خاصة كي تبدو تعملوا كمية كبيرة راهي بالحق التعب برشا في اليد. دونك هذاك علاش أنا ما شاركتش معكم الطريقة هذيك، على خاطر بالحق ماهيش طريقة بخاتيكو وسهلة وزادة التعب في اليد. دونك نكملوا نشكلوا الكعبات الكل بنفس الطريقة، وكيف ما قلت لكم تنجموا تستعملوا ماكينة إلكترونيك، وإلا تنجموا تستعملوا الماكينة هذيك اللي تبدا باليد، واستعملوا اللامبو اللي يبدا خاص بالبشكوتو. بعد ما كملت شكلت الكعبات البشكوتو، خذيت سكينة وباش نبدي نقصهم، وباش نحاول هكايا نعملهم الكل بنفس الطول، وحاولوا قصوا هكايا الجناب باش يجوا كعبات مرطوبين ومستويين وما يجوش معوجين. ملاحظه مهمه برشا، ردوا بالكم لا تعملوا كعبات البشكوتو بالحجم الخشين، بما انه احنا حاطين الخميره الحلويات راهو باش يضاعف الحجم نتاعهم برشا. دونك ردوا بالكم لا يعني تشكلوهم بالشكل الخشين برشا، لخاطر كيف يبدو هكايا خشان برشا ومن بعد باش تزيد تضاعف الحجم نتاعهم راهم باش يجوا خشان برشا وما يجوش مزيانين وما يجوش مرطوبين. وهذه الكعبه كيف ما تشوفوا فيها ما شاء الله كعبه بالحجم المتوسط، لا هي خشينه برشا ولا هي زاده رقيقه برشا. نكملوا شكلوا الكميه الكل نتاع العجينه بنفس الطريقه اللي سبق وشفتوها. كيف ما قلت لكم حاولوا ديما اعملوا كعبات البشكوتو بنفس الطول، وحاولوا قصوا الاحراف باش هكاكا الكعبات الكل يجوا مستويين وما يجوكمش معوجين.
كان بعد ما كملت شكلت الكعبات البشكوت، وهذا الطبق الاولاني باش نحاول كان نكمل نستويهم الكل بنفس الطول، ومن بعد باش نهز نطيبهم في الفور سخون على 200 درجه لمده 15 دقيقه، والفور لازم يشعل من فوق ومن والطبق لازمكم تحطوه في الرف الوسطاني، دونك نطيبوهم في الفور سخون على 200 درجه لمده 15 دقيقه. وهذوما الكعيبات البشكوت، ومن بعد ما كملت طيبتهم كيف ما تشوفوا ما شاء الله لونهم مزيان على قد ما نحكي لكم على الريح وعلى البنه وشويه. بالحق جو كعيبات يتقرمشوا من برا وهشوشين من داخل، يذوبوا ذوبان في الفم، بن على بنه، نودكم ولا نشهيكم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم وباش تجربوها، واذا جربتوها ما تنسوش باش تبعثوا لي تطبيقاتكم على الباج انستغرام كوزين سلوى. تو ما بقى لي باش نقول لكم بالسلامه.